مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الإخبارية. سأكون معكم آي عصام ونبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد يستقبل وزير التعليم العالي ويؤكد أهمية تحسين المناهج الدراسية والاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي للطلبة. قبات طلباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان يزور إدارة رابارين ويضع حجر الأساس لمشروع تجفيف محصول الذرة ويجدد دعمه لفلاحي المنطقة. وزير العدل خالد شواني يوجه بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلا عن إحالتهم إلى القضاء. اجتماع مشترك في بغداد بين ممثلين عن الفلاحين الكرد والتركمان في كركوك واللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء الاتحادي لمتابعة قضية الأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها. العوائل النازحة في قضاء خرماتو تطالب الحكومة بتهيئة الأرضية المناسبة لعودتها إلى مناطقها الأصلية والعمل على تعويضها. مرحبا بكم مجددا. إليكم التفاصيل النشرة. أكد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتوفير مناخ مشجع يساعد على ترسيخ العلم والمعرفة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة. جاء ذلك خلال استقباله وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن النجاح التعليم الجامعي يعد مقياسا أساسيا لتطور وتقدم البلاد وازدهارها، مبينا أهمية تحسين المناهج الدراسية والاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي للطلبة من أجل رفض البلاد بالطاقة والخيرات في مختلف المجالات. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تفعيل التنسيق بين الجامعات العراقية فضلا عن تطوير آليات التواصل بين وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بينها وبين الجامعات في الدولة المتقدمة، مؤكدا أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من رئاسة الجمهورية باعتبارها أولوية قصوى لبناء الإنسان وإعداده علميا. زار قبات طلباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان إدارة رابارين ووضع في محطته الأولى من الزيارة حجر الأساس لمشروع تجفيف محصول الذرة بحضور بيغارد طلباني وزيرة الزراعة في حكومة الإقليم والمسؤولين في إدارة رابارين. من ثم اجتمع قبات طلباني مع عدد من الفلاحين في المنطقة وبعد الاستماع إلى مطالبهم أكد دعمه ودعم الحكومة للفلاحين. وقال قبات طلباني تطوير قطاع الزراعة من الأولويات الاستراتيجية لحكومة إقليم كردستان ونسعى بكل جهد وبالاعتماد على قدرات الفلاحين لتطوير القطاع الزراعي. من ثم تحدث قبات طلباني إلى وسائل الإعلام وقال وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد لمناقشة موضوع نفط الإقليم مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق لكي يتم استئناف تصدير النفط وفقا للتعليمات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها لتعظيم واردات إقليم كردستان والعراق. وحول ملف رواتب إقليم كردستان قال قبات طلباني أنا متفائل جدا بأن وضع الرواتب يتوجه نحو الحل النهائي، وخلال الأشهر المقبلة لن تبقى هناك مشكلة اسمها مشكلة الرواتب.
كما اجتمع عقب طلبان نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان مع الجهات الأمنية في إدارة رابرين، وأكد ضرورة مواجهة الجرائم وتحسين الوضع الأمني في المنطقة عبر تفعيل غرفة عمليات مشتركة. وخلال اللقاء الذي جرى في مدينة رانيا، أكد قباط طلباني على المزيد من التنسيق بين الجهات الأمنية للحد من ارتكاب الجرائم في منطقة رابرين والمناطق حدودية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة بغض النظر عن هويتهم وانتماءاتهم. وأوصى قباط طلبان الجهات الأمنية بضرورة تفعيل غرفة العمليات المشتركة ومتابعة القضايا الأمنية، وثمن دورهم بإيقاف عدد من المطلوبين ومنع حدوث المخالفات والخروقات الأمنية في المنطقة. وطالب قباط طلبان الجهات الأمنية بالتنسيق الجيد مع المحافظات والمدن الأخرى للحيلولة دون إفلات المطلوبين من العدالة. أكثر من شهرين وقوات البيشمركة وجزء من القوات الأمنية لم تتسلم رواتبها لغاية الآن، في حين يدعو عدد من أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب حكومة إقليم والحكومة الاتحادية إلى الإسراع بحل هذه المشكلة والمباشرة بصرف رواتب هذه القوات. مضى أكثر من شهرين على تسلم قوات البيشمركة وجزء من القوات الأمنية رواتبهم، في حين يدعو عدد من أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب إلى الإسراع في صرف رواتبهم. وبهذا الشأن تقول بدرية حسين عضو كتلة الاتحاد الوطني النيابية: عدم صرف رواتب قوات البيشمركة والآسايش وقوى الأمن الداخلي في الإقليم أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فهي التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل حرية العراق وخلاصه من الدكتاتورية ودحر الإرهاب. وأضافت: عدم صرف رواتب تلك القوات تحت أي ذريعة كانت أمر غير مقبول، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الإسراع في حل هذه المشكلة. من جهتها أكدت سروى محمد عضو كتلة الاتحاد الوطني النيابية أن وضع الرواتب بشكل عام وخاصة رواتب القوات الأمنية والعسكرية يفتقر تماما إلى المسؤولية من قبل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ولا يمكن أن يطول أكثر من ذلك. وتابعت: على الحكومتين ألا تمهدا لاختلاق الأعذار لبعضهما البعض، بل العمل على إنهاء هذا الوضع السيء الذي يعاني منه متقاضو الرواتب في الإقليم منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن القوات العسكرية والأمنية في الإقليم هي التي تقف دوما في الصف الأمامي للدفاع والتضحية من أجل كردستان والعراق، وقد تم وقف صرف قوت أسرهم وأطفالهم منذ أكثر من شهرين. وأوضحت أن تأخير صرف رواتب هذه القوات بأية حجة كانت أمر غير مقبول، وعلى المؤسسات الدستورية والقانونية في العراق والجهات ذات العلاقة حل هذه المسألة بشكل نهائي والإسراع في صرف رواتب القوات الأمنية في إقليم كردستان. أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية أن الحكومة الاتحادية قررت تخصيص مبلغ 500 مليون دينار إضافية لبناء بوابة محافظة حلبشة. وقالت النائبة عن الكتلة تروحمة شريف أنه بناء على طلب من كتلة الاتحاد والمسؤولين في محافظة حلبشة، قرر رئيس الوزراء الاتحادي محمد شيع السوداني تخصيص مبلغ 500 مليون دينار إضافية لإتمام أعمال بناء بوابة محافظة حلبشة. وأضافت أن رئيس الوزراء الاتحادي قرر سابقا تخصيص مبلغ مليار دينار لمحافظة حلبشة، لكن المسؤولين الإداريين في المحافظة طلبوا مبلغ 500 مليون دينار إضافية لإتمام العمل بمشروع بوابة حلبشة. وأكدت أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية ووزراء الاتحاد الوطني سيستمرون بالعمل من أجل تعويض وخدمة أبناء محافظة حلبشة.
وجه وزير العدل الدكتور خالد شواني بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلا عن إحالتهم إلى القضاء. وذكر بيان للوزارة أنه استنادا لتوصيات لجنة تحقيقية مشكلة والتي أثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوين الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومى إليهم فضلا عن إحالتهم للقضاء. كما وجه مدير عام دائرة التنفيذ باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد المواطنين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة بناء على تقرير لجنة التحقيق. وأكد أن الدائرة ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الإداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشرة مع المواطنين. اجتمع وفد من ممثلي الفلاحين الكرد والتركمان في كركوك مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء الاتحادي لمتابعة قضية الأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها برئاسة وكيل وزارة العدل الأقدم بهدف بحث آخر مستجدات هذه المسألة. الشيخ نجاة مكرم الطالباني ممثل الفلاحين في المناطق المتنازع عليها والذي كان برفقة الوفد الزائر عبر خلال حديثه لفضائية كركوك عن أمله في أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء بحسب الوثائق المقدمة التي تثبت ملكية الأراضي الزراعية في الأقضية والنواحي التابعة لكركوك من أجل إنصاف الفلاحين الكرد والتركمان الذين تمت مصادرة أراضيهم الزراعية. بالتأكيد في زمن النظام البائد تم السيطرة ومصادرة أكثر من 300 ألف دونم من أراضي الكرد والتركمان بقرارات مجلس قيادة الثورة منذ عام 1975، ولاحقا قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة أطفأت حوالي 900 ألف دونم أيضا من أراضي الكرد والتركمان في كركوك وأطرافها، وجلب عشرات الآلاف من العوائل من خارج كركوك وتوزيع الأراضي تلك على تلك العوائل بموجب عقود، وقسم منهم حتى من عرب كركوك يعني، وقسم حتى من خارج العراق من الجزيرة العربية. أنا عندي دليل، أكو ناس من الكويت جايين وعندهم عقود في أراضينا الزراعية في أطراف داقوق. ما بقت المشكلة على حالة ما تمكنوا من حلها عن طريق البرلمان مع الأسف لخلافات الكتل السياسية، وبالتالي بناء على أمر السيد رئيس الوزراء الاتحادي الأستاذ محمد شياع السوداني تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزير العدل وأعضاء من 5 أو 6 وزارات مختصة في هذا الموضوع. جرى أول لقاء في كركوك بحضور ممثلي المكونات من الفلاحين العرب والكرد والتركمان والدوائر المختصة في هذا الموضوع، وتم تقديم المستمسكات والأدلة كل حسب ما لديه من وثائق وإثباتات للحق. اجتماع ثاني مع اللجنة حاليا في منطقة سرقران، اللجنة مجتمعة مع جماعة من سرقران وبلكانة وبقية ممثلي الفلاحين في كركوك من الكرد والتركمان، من كركوك وداقوق ودبس وطوبزا وتركلان يايتشي يحياوة يعني آلتون كوبري، مجموعة ممثلين. أملنا أن تتمكن اللجنة من رفع توصية عادلة، توصية يرضي الله بما موجود لديهم من الوثائق والمستمسكات، لا حسب العواطف وتأثيرات طائفية أو قومية، حتى يتمكن رئيس الوزراء من إصدار القرار المناسب لحل هذه المشكلة إن شاء الله. اندلع حريق في مخزن للألبسة وسط كركوك دون وقوع خسائر بشرية. وذكر مراسل فضائية كركوك أن حريقا اندلع بعد ظهر اليوم في أحدى مخازن للألبسة في سوق خان التمر بشارع صلاح الدين وسط المدينة. وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى محل الحادث وتمكنت من إخماد الحريق فيما بعد بالتعاون مع مفارز نجدة كركوك. وأوضح مراسل فضائية كركوك أن الحريق نجمت عنه خسائر مادية في المخزن دون وقوع أي خسائر بشرية.
تجددت دعوات العوائل النازحة التي تسكن مركز قضاء خرماتو لضرورة تهيئة الأرضية المناسبة لها من أجل عودتها إلى مناطق سكنها الأصلية، مؤكدة أن مناطقها الأصلية تفتقر إلى الخدمات الأساسية للعيش. أقل من 25% من النازحين في خرماتو عادوا إلى قراهم ومناطقهم الأصلية بسبب انعدام الخدمات وأعمال إعادة إعمار مناطقهم. أغلب النازحين المتبقين في مركز قضاء خرماتو يعملون في بيع الخضروات والفواكه. معاناتنا كنازحين لا مي لا كهرباء لا مدارس لا مستشفيات، مستوصف ما عندنا بالقرية، كهرباء ما كل شيء رسمي ما عندنا بالقرية. نريد الدولة تنظر علينا بعين الرافع. شوف معاناة النازحين، معاناة صعبة، معاناة قوية. يريد الدولة يعني شوف حال النازحين. نطلب من رئيس دولة الوزراء يشوف حالنا، يشوف أوضاعنا. النازحون الذين عادوا إلى مناطقهم ممتعضون من واقع الخدمات في مناطقهم، فيما يطالبون النازحون في خرماتو بتهيئة الأرضية المناسبة للعودة. سوينا يعني معاملات بس ما جاي، صار 3 سنين مسوينا المعاملات، تعويض لحد ما مستلمين اي تعويض، والله اي تعويض ما مستلمين، والله قريتنا مفلش الالقع، والله خدمات ما بيها، والله كهرباء سحبونا بلا الحمد لله، بس تعويض فلوس ما فلوس على مود نبني للقريه ماكو، والله قريه تحليه وكبير، هاي قرى كلها 7 قرى كلها هناك. كم بيت راجعين؟ تقريبا راجعين 30 بيت، والله بس ابو الغنم مال الغنم هم بنوا على حسابهم، ما حد عوضهم والله. نحو 5000 عائلة نازحة تسكن مركز قضاء خرماتو حاليا، وأغلبها بانتظار انتشال مناطقهم من واقع الخدمات السيء التي تعيشها، بالإضافة إلى تعويض من قبل الحكومة وعمليات إعمار مناطقهم وقراهم التي دمرت إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية. وزارة الهجرة والمهاجرين الاتحادي وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أقامت مؤتمرها الإقليمي الأول بحضور جمع من المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي البعثات الدبلوماسية. وزيرة الهجرة الاتحادية إيفان فائق وخلال كلمة لها في المؤتمر أكدت أن الجهود مستمرة لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. أود أولاً وقبل كل شيء أن أشكر جميع البلدان والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والزملاء الذين يشاركون في العمل على قضايا الهجرة، والذين يسعون بإخلاص إلى إيجاد أفضل الحلول لمساعدة المهاجرين والعائدين من خارج البلاد. وبالنسبة للعراق فإن للهجرة جوانب وتحديات عدة، حيث مر بلدنا العزيز بسنوات طويلة عانى فيها ويلات الحروب والأزمات، كان آخرها تنظيم داعش الإرهابي، مما أدى إلى موجات من الهجرة هاجر خلالها العراقيون بدوافع مختلفة، لكنها تسببت في خسارة البلاد لعدة من الكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات. إن العودة الآمنة والكريمة وإعادة الاندماج المستدام وكذلك عودة الكفاءات وذوي الخبرات للمساعدة في تطوير بلدنا العزيز، ومن بين الأولويات الرئيسية لحكومة العراق. هذا يتماشى أيضاً مع التزامنا كدولة رائدة في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. زيادة مبلغ منحة العودة لتصبح 4 ملايين دينار لكل عائلة عائدة من مخيمات النزوح، توجيه صندوق إعمار المناطق المحررة وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى لبناء الدور للعائدين، فضلاً عن زيادة المشمولين بالرعاية الاجتماعية
وغيرها من الإجراءات. ثانياً، العمل على فتح جميع الدوائر الخدمية في قضاء سنجار والنواحي التابعة له وفقاً لتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، مع العمل على توفير الكوادر الوظيفية لهذه الدوائر. نظم جمع من خريجي المهن الصحية من دفعة العام 2023 وقفة احتجاجية في العاصمة بغداد، مطالبين الجهات ذات العلاقة بإنصافهم من خلال تعيينهم، والذي هو حق من حقوقهم بحسب قولهم. طالبنا التعيين للدفعة المجموعة الطبية كليتها، احنا عددنا 61,000، مطلعيننا هسه الدفعة 28,000. يوم يقولون لنا الحكومي يتعين والاهلي ما يتعين. اذا الاهلي ما يتعين ليش قاعد فاتحينهم اصلا؟ رواتب صار لنا سنه احنا قاعدين بالبيوت والرواتب هم دا ياخذونها. قالوا ورا سنه يلا تعينون، يوميه قرار، يوميه شغل. اذا هذه مطالبنا ما تحققت واليوم احنا ملتزمين بتعليمات التنسيقيه وخليكم حبابين وخليكم ما تطلعون للشارع، مرة الثانيه راح يصير غير شيء، لان احنا ما عندنا شيء غير انه نحارب على لقمتنا، هاي لقمتنا ورواتبنا، وهو شيء ما يسوى. يعني هي هسه 500,000 وبهذا وضعنا كل شيء ما تسوي للمواطن الواحد. بشهر الواحد تقريبا وقابلنا الوزير، دخلوا له وفد من عندنا، وزير الصحه، وقال انتم كوادر الصحيه، وانا الاستماره افتح 1/6 وضغطنا عليه، الرجال فتحها بشهر الثالث، يعني فضل من عنده. هسه المفروض يكمل الفضل مالته ويكمل الخطوه مالته مال التعيين. يعني هو قدم الاستماره وقال انتم تعيينكم مضمون وكل اللي تخرجوا تعيينهم مضمون يمي، ليش هسه تغير الحكي؟ يعني وبالتخطيط يطلع يقول انا ما عندي 24,000 امشي بها، وبالصحه يقول لا انتم كلكم متعينين. هسه احنا نريد واحد يطلع لنا يقول يابا هذا التخصيص المالي، يطلع بكتاب رسمي يقول يابا انا عندي درجات وظيفيه هالقد، على مود احنا نعرف شغلنا، نعرف يا وزاره نروح له، نعرف يم التخطيط يم الصحه. وكالة السلامة الجوية الأوروبية مددت الحظر على الخطوط الجوية العراقية لمدة 6 أشهر جديدة ليدخل عامه العاشر. يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة النقل تحقيق 80% من متطلبات منظمة الطيران الدولي الخاصة بملف رفع الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية. مددت وكالة السلامة الجوية الأوروبية الحظر على الخطوط الجوية العراقية لمدة 6 أشهر جديدة ليدخل عامه العاشر، فيما حملت وزارة النقل سلطة الطيران جزءا كبيرا من مسؤوليته. وأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي أن الوزارة حققت 80% من متطلبات منظمة الطيران الدولي الخاصة بملف رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، بيد أن وكالة السلامة الجوية الأوروبية وبعد اجتماعها الأخير قررت استمرار الحظر ل6 أشهر ليدخل عامه العاشر، لافتا إلى أنه منذ العام 2015 والخطوط الجوية وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وشركة بوينغ الأمريكية تسعى لرفع الحظر عن الطائر الأخضر، لا سيما خلال العامين الأخيرين، بعد أن أولت الحكومة هذا الملف اهتماما خاصا بذلك وطورت قطاع النقل الجوي من خلال تحقيق متطلبات الصيانة الدولية بالتطوير والنظافة. وأشار إلى أن وزارته باشرت بخطط شاملة لدراسة التعاون مع مؤسسة AFC التابعة للبنك الدولي، والتي قدمت 3 خيارات: الأول بناء مطار جديد القائم حاليا، والثاني تأهيله، والثالث توسعته من خلال بناء صالة مسافرين جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة لغاية العام 2036 لتصبح طاقة مطار بغداد الدولي الاستيعابية نحو 9 ملايين مسافر سنويا. وحمل الصافي سلطة الطيران المدني جزءا كبيرا من تأخر إغلاق هذا الملف، كون وزارته فعلت جميع الخطوات واللجان المختصة بهذا الصدد، كاشفا عن افتتاح وزارته خطوط عدة باتجاه أوروبا اعتمادا على نظام التشغيل المشترك مع شركات الطيران العالمية، منها خط بغداد ميونخ وبغداد كوبنهاجن وبغداد فرانكفورت، فيما افتتحت الخطوط الجوية العراقية وجهات عدة باتجاه بكين وكوالالامبور ومدينة كوانجو الصينية. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، دمتم في أمان الله.